بسم الله الرحمن الرحيم. بنتين اليوم جاي أتكلم عن موضوع لجنة الانضباط. العقوبة عن العنصرية. سبحان الله، العنصرية ما تجي إلا عند الهلال. ما قدروا يوقفونه في وسط أرضية الملعب، يعني يفوزون عليه ما قدروا. يعني صاروا يتحيروا. حتى رئيس اللجنة نصراوي باين إنه يعني مشجع نصراوي متعصب. ما قلنا شيء، خليه يشجع على راحته، يشجع على كيفه يعني. مستحيل يعني رئيس مثلا اللجنة أو ذا لازم يكون عندهم ميول. بس بهذه الطريقة ما أدري. حتى عنده كذب غير طبيعي. يقول أخذنا يا سيدي من الناقل الرسمي. الناقل الرسمي نفى. وكذلك بعد شو اسمه الشركة العالمية المنتجة حقت الدوري السعودي نفت بعد برضو انها ما عندها شيء غير المنقول اللي على التلفزيون. المهم، يعني الوضع اتوقع انحجروا. يعني يعني الحل انهم يعني يطيرون من اللجنة، يعني يشيلونهم كلبهم. يعني بصراحة يعني هم نظامهم. هم ما قدروا يوقفون اللاعب في الملعب في المستطيل الأخضر، ما يقول لي يوقفونه خارج الملعب. أتمنى من شو اسمه من الاتحاد السعودي أستاذ أحمد عيد ينتبه اللجنة، لازم يشيلهم واحد ولا تخلي ولا واحد، تتغير اللجنة. إذا ما غيرت اللجنة هذه فإنها كارثة. وحتى أكبر دليل يعني بيان الاتحاد ما أعطاه وجه. ليش؟ يوم بس يعني طلعت يقولون في البداية رفضوا احتجاج الاتحاد، ثم قعدوا يمكن 20 يوم، ثم قرروا فكروا تذكروا انهم ذاك الموضوع، رجعوا ما عندهم شيء شغل، قالوا خلنا نعاقب الهلال ومعه خلنا نعاقب رئيس الاهلي. سلامات. وش ذا اللجنة؟ ترانا ملينا. اكثر فريق في احصائية، اكثر فريق تعوقب اكثر الهلال. يعني الهلال ما قدرت توقفوه في اصل الملعب تعاقبونه مثلا يعني. والله صراحة وقاحة. صراحة ما اتوقع يتطور ولا فريق في الدوري السعودي. دام تفكيرهم يعني صرنا نصقعهم بالخمسة، صار على طول يشغلون اعلام، مثلا اعلام. واكبر دليل يعني جريدة النادي ما شاء الله عندها مسلمة اكبر منافق في العالم كيري في البرنامج مع شو اسمه مع عاد التويجري. اتكلم بنفاق غير طبيعي. هو اكبر دليل سوى في جريدته كريكاتير ابو العنصرية. واللي زودها الحلقة الثانية اللي بعدها عاصم حسام الدين. يا اخي هذا اكبر، يعني ما عنده، ما عن جدد، يعني ما يفهم شيء اصلا نظم كرة القدم كلها. يعني ما ادري ايش اقول. صراحة ما ادري يعني. بس الله يستر الله يستر. شكرا لكم، يعطيكم العافية.